انا اقول لك ازاي تطلع من زفارة البوليستر او اللزيق اللي بتبقى في الحتة. لما انت تصنع الحتة وتطلعها بتبقى ملزقة يا جماعة. طبعا كل اللي هنعزوه مية وبريل، بريل او صابون. طبعا هنفضه. هتديها تقليبة. كل اللي هتحتاجه ابريل وصابون ومية وصنفرة. الصنفرة دي هتبقى في حركة 120، فهتصنفر عادي. هتديها صنفرة لغاية ما الزفرة تطلع. هي حاجات بسيطة هتلاقي الزفرة بتاعتك طلعت بسرعة. ونفس النظام برضو شغل البوليستر كله، ميدالياتك اي حاجة عايز تخلص من الزفارة لازم تعمل ايه؟ تغسلها مية ببريل وصنفرة. طبعا ده يسهل معاك بسرعة عشان الحتة تقبل معاك اللون وتظبط معاك الدنيا. طبعا لانك انت لو عملت على التلزيق بتاع البوليستر والزفارة مش هتقبل اللون واللون هيطلع بسرعة. بس يا جماعة بعد ما تصنفرها وتطلع الزفارة طبعا اهي تبقى منظرها جميل جدا. هتسيبها تنشف من المية وبعد كده ايه تلونها. واعمل لك فيديو تلوين الشغل التحف الفرعوني بالكامل. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر.